عمرك حسيتي ان الدنيا قلبت فجأة؟ طب تعالي اقولك ليه ربنا بيغير طريقنا فجأة. بصي، هسألك سؤال وهتجاوبيني بصراحة. عمرك كنت ماشية في طريق مقتنعة بيه، حاسة ان ده اللي هيوصلك، وفجأة الدنيا قلبت، الطريق ده اتقفل، الناس اللي كانوا بيساعدوكي اختفوا او طلعوا مش هما اللي كنت فاكراهم ان هما ممكن يساعدوكي اصلا. حصل مع ناس كتير حواليا كده على فكرة. بس عايزاكي تقعدي النهارده معايا واسمعي القصة دي، عشان يمكن تكون قصتك انت كمان، بس انت مش شايفاها صح. احنا ساعات كتير قوي بنختار بعقلنا وبنختار بقلبنا، وساعات كتير قوي بنختار واحنا خايفين، بس ربنا بيختار لنا بحكمته. بيشوف حاجات احنا مش شايفينها، بيبعدنا عن حاجات كنا شايفينها خير، وبيقربنا من حاجات كنا بنهرب منها اصلا. مش عارفة انهي اكتر مرة انا كنت متمسكة فيها بحاجة وكان لازم اسيبها، شغل بقى، شخص، طريق، حلم كنت بحلم بيه. صدقيني الحاجات اللي مش فيها خير لينا ربنا مش بيكملها مهما دعينا ومهما حاولنا نعدلها بايدينا. سبحان الله، تحصل أزمة من الأزمات علشان ربنا سبحانه وتعالى يديلك شيء تاني خالص ما كنتيش تتوقعيه. دايما بسمع الناس يقولوا ايه، الله ما أخذ منك إلا ليعطيك. هي مسألة أماكن، دي لازم تتحرك من مكانها عشان في حاجة تانية أكبر لازم تيجي، والحاجة الأكبر دي ساعات كتير قوي بتبقى أحسن من اللي احنا متوقعين. في لحظة ممكن تلاقي نفسك في مكان تاني تماما، خطة حياتك كانت رايحة شمال وفجأة ربنا وداها يمين، وانتي مش فاهمة ليه أصلا أو ايه اللي بيحصل معاكي. بس اللي عايزة أقولك عليه إن اللحظة اللي الطريق فيها اتغير مش لحظة خسارة خالص زي ما احنا متخيلين، دي لحظة عناية. ربنا بيقولك فيها أنا شايف حاجة انتي مش شايفاها. ساعات كتير قوي بيبقى نفسنا في شغل في مكان معين، نفسنا في سفر، نفسنا في دراسة في مكان معين، نفسنا نتجوز شخص معين، نفسنا نبقى في مكان معين احنا مخططين له، ونبقى ماشيين في الطريق وبنخطط فيه زي ما احنا عايزين، ومشينا 10 خطوات وفضلنا 10 خطوات تانيين، فجأة بتلاقي شخصية رخمة وقفتلك في الطريق، بوظتلك كل حاجة انتي بتعمليها، رجعتك تاني لنقطة الصفر. تحسي ساعتها بفشل، وليه يا رب حصلي كده، وليه يا رب انا ما وصلتش، رغم ان كان فاضل لي اصلا 10 خطوات يا رب واوصل للمكان اللي انا عايزاه ده. طب انا ليه ما اشتغلتش في المكان ده؟ ايه اللي يمنع ان انا اروح اشتغل في المكان ده؟ اللي يمنع ان ربنا شايف ان المكان ده مش هيبقى خير ليكي او مش وقته؟ لو انت دخلتيه في الوقت ده اللي انت نفسك تدخليه فيه، ممكن يبوظلك حياتك، ممكن يحصل اي حاجة وتسيبيه، ممكن يحصل دروب مثلا وانتي ما تروحيش الشغل ده تاني، وتبقي ضيعتي من ايديكي حلم انتي اصلا كنت بتحلمي بيه، شخص كان نفسك تبقي معاه وما بقيتيش، خطب وعاش حياته وانتي لسه قاعدة مكانك محلك سر وقاعدة بتعيطي. ربنا بيبقى مسخر لنا كده ناس عشان تأذينا، ناس تتكلم علينا في ظهرنا، ناس تبوظ لنا حاجة، طريق احنا كنا ماشيين فيه وعايزين نوصله، ناس تقول لا، ناس ترفضك في انترفيو معين، ناس ما ترضاش تمضي على اي حاجة، على ورقة ليكي والورقة دي اللي هتوصلك للطريق اللي انت بتحلمي بيه. دول مش محطوطين في المكان ده عشان يرخموا عليكي، ربنا مسخرهم عشان هما يرجعوكي من طريق اصلا وحش انت ماشيه فيه، والطريق ده هيبقى مؤذي ليكي بعدين. طب احنا نعمل ايه بقى؟ الغريب كمان ان في عز ما بتحسي انك لوحدك وان الدنيا خلاص والطريق اتقفل وان مفيش حد يساعد وان كل حاجة متقفلة وان انا فشلت، وبعد ما مشيت ال10 خطوات انا رجعت 10 خطوات وكان فاضلي 10 خطوات وما مشيتهمش ورجعت من نقطة الصفر تاني. فجأة لما ربنا بيأذن وبيقول للحاجة كن فتكون، يعني لما ربنا يكون كاتبلك انك تشتغلي في المكان اللي نفسك فيه، هو ممكن يكون منعك دلوقتي، بس هو كاتبها لك مثلا انك هتشتغلي في المكان ده بعد شهرين من دلوقتي، بعد سنة من دلوقتي هتدخليه، بس انا شايف الميعاد المناسب ليكي انك تدخلي في الحتة دي مش دلوقتي، فانا سخرتلك ده عشان يبعدك عن الطريق اللي انت ماشيه فيه ده ويرجعك نقطة الصفر تاني. فجأة كده هتلاقي حد ظهرلك يقولك كلمة، يساعدك، يفتحلك باب كنتي قافلاه بايدك، حد تفتكريه صدفة بس هو مش صدفة خالص، ده جندي من جنود ربنا اتبعتلك مخصوص، موجود في الطريق ده عشان يوصلك للحتة اللي انت كنتي عايزة توصليها، ومش هتمشي اصلا 20 خطوة ولا 10 خطوات ولا 100، ده انت مش هتمشي اي حاجة، ده هو اللي هيمشي وهيسعى عشان يوصلك لهنا.
بس في الوقت اللي ربنا يحدده، وهو اللي شايف ان ده الوقت المناسب ليكي ان الحاجة دي تتحقق. مهما دعينا بقى، ومهما عملنا، ومهما قلنا، ومهما اتكلمنا، ومهما خبطنا على بيبان الناس، انتي مش هتروحي المكان ده غير لما ربنا يكون شايف ان المكان ده دلوقتي هو خير ليكي فانت توصلي. انا عن نفسي فاكرة ايام كنت فاكرة ان حياتي رايحة في اتجاه معين وبنيت عليها حاجات كتير قوي، تخيلت شكلي في المكان ده، كنت فرحانة يا رب فاضل وقت قد ايه، وبعد الايام وبعد الليالي وبعد الثواني، عشان كان عندي امل وكان عندي حلم ان انا ادخل المكان ده وابقى فيه، عشان انا عارفة متأكدة قدراتي ان انا هنجح في المكان ده وهبقى في مكان تاني، وحابة المكان وحلمي بالنسبة لي ان انا ادخل اشتغل في المكان ده. بس كل حاجة وقفت فجأة، اتعمل عليه اكس كده اللي هو لأ، يعني لأ، مفيش دخول، كل حاجة اتعقدت حرفيا، مفيش حتى باب واحد اللي انا بفكر فيه ان هو ممكن مثلا ادخل منه الا ولقيت عليه حرف الاكس. ساعتها ايقنت ان ربنا هو اللي واقف معايا، وايقنت ان المكان ده مش خير ليا، وان انا لو دخلت دلوقتي اكيد هيحصل حاجة مش كويسة ليا جوه، او هيحصل حاجة وان انا امشي من المكان ده، او هيحصل حاجة والحاجة دي مش هتكمل، وان الحاجة دي ممكن تبوظ على الاخر. يعني دلوقتي لسه في امل رغم ان كل الابواب متقفلالي، بس انا لسه حاطه امل ان انا ممكن ادخل المكان ده في يوم من الايام. طب انا لو ربنا دلوقتي اذن ودخلت، او ان انا مثلا خبطت وسعيت وفضلت برضو اعند ان انا لازم ادخل المكان ده، يعني لازم ادخل المكان ده، ما انا ممكن ادخله دلوقتي واطلع منه وانا خسرانه، واخسر بقى على طول، وابقى عارفه ان خلاص هو اتقفل بقى، مش هيحصل. بس انا حاطه يقين ان ربنا يوم ما يقول كن فيكون كل الابواب وكل الناس هتتسخر ليا عشان ادخل المكان ده، رغم ان دلوقتي كل حاجه بتقول ان هي مستحيله. كل حاجه في ثانيه اتغيرت بعد ما كنت ماشيه طريق كده عماله اقول خلاص انا هوصل اهو ومش عارفه ايه، بس هو مش بالعافيه يعني، ولا بقى بالانهيار ولا بالدموع ولا باي حاجه، ان شاء الله لو قعدت طول اليوم والليل اعيط عادي. بصي لنفسك وقولي عادي. انا لما بصيت لنفسي كده بقيت اقول الحمد لله ان اللي كنت عايزاه ما جاش، واللي جه ربنا بعته ليا وعلمني بيه حاجات كتير قوي كنت محتاجاها فعلا، وان انا ممكن الباب ده مش خير ليا، بس انا ممكن اخبط على باب تاني يبقى خير وانجح فيه نجاح اكبر من اللي كنت هنجحه في المكان اللي انا كان نفسي فيه ده. عايزه اقولك جمله صغيره قوي، ان اللي بيحصل في حياتك ده مش عشوائي خالص، اللي اتاخد مش خساره، واللي جاي والله احلى لو سبت قلبك بين ايدين ربنا. الت- التغيير اللي بيحصل ان الطريق اصلا مش بتاعك، بس شوفي كده لما بتسيبيه بسلام هيوديكي على فين، مكان عمرك ما كنت تحلمي انك توصلي له. ربنا هيسخر ناس ليكي يدخلك مكان انت اصلا عمرك ما كنت تحلمي انك تعدي من قدامه، سواء بقى كان شغل، سواء بقى كان سفر، سواء كان اي حاجة انت ممكن نفسك ان انت تدخليها، جامعة معينة، اي حاجة. سيبي نفسك لربنا وربنا هيختار لك. دايما قولي كده يا رب اختار لي الاحسن، يا رب اختار لي ولا تخيرني بجد. ودايما حط في نفسك كده ان الطريق لو مش ليكي ربنا هو اللي بيكون بعدك عنه، مش بني ادم. مفيش بني ادم بيأذي حد، مفيش بني ادم بيأذي بني ادم، ربنا بيسخر ان البني ادم ده يأذيكي عشان هو ربنا ده جندي، ربنا بعتهولك ان هو يأذيكي، وفجأة برضو ربنا بيبعتلك جندي تاني عشان يغير اللي البني ادم ده عمله، وانت فاكرة بقى ان هو ايه، يعني البني ادم ده لو ما كانش ظهر في حياتك الدنيا كانت هتروق ورحلة. لا، هو لو ما كانش ظهر كان في غيره هيظهر. ربنا كده بيسخر لنا ناس تأذينا وتقف لنا في طريقنا، تتكلم علينا بالوحش عشان شايل لنا الأحسن. في مواقف كتير والله حصلت قدامي حرفيا، كانت الدنيا منهارة وفجأة ربنا كده ماشيها بالتسلسل، انا اتأذيت واذيت البني ادم ده، والبني ادم ده اذاني، والبني ادم اللي وراه كمان اذاني، ووصل للناس هنا كلهم اذوني، بس في الاخر الشخص اللي اتأذى ده لفة كبيرة وبقى في مكان تاني حلو قوي. واللي انا متأكدة منه برضو ان ربنا كل ما بيمنع عننا حاجة كل ما بيبقى في حاجة احسن هتحصل لنا. كل ما بتلاقي الباب كده اتقفل وانتي مش عارفة هو اتقفل ليه، اعرفي ان ربنا شايل لك حاجة احسن. ودايما قولي كده الحمد لله الذي اذهب عني سوء اختياراتي ليرزقني باحسن اختياراته. لما الطريق يتغير عيطي عادي، عيشي مشاعرك،
عيشي مشاعر زعلك زي ما انت عايزة، بس ما تقفليش قلبك. خلي قلبك دايما مفتوح، ومفتوح كده باليقين. خلي عندك يقين ان في مكان تاني مستنيكي، في راحة وناس ونجاح. بس لازم تسلم الاول، تسيب بايدك وتصدقي انك مش تايهة، انت بس في مرحلة تسليم. دايما خليكي عارفة ومؤمنة ان اللي حصل مش صدفة، ده اختيار من ربنا. الطريق اللي اتقفل هيفتحلك باب احسن. انتي تخيلتي حياتك شكل، بس ربنا شايفلك الأجمل. اختيارات ربنا عمرها ما خذلت حد. خليكي فاهمة وعارفة ومؤمنة بده كويس قوي. لو حسيتي ان الحلقة دي كأنها بتتكلم عنك، يبقى ده مش مني، ده ربنا بيبعتلك رسالة على لساني، علشان تعرفي انك مش لوحدك، وان التغيير اللي حصل ده مش ضدك، ده كان دايما لصالحك. بس انتي محتاجة تقفي شوية كده وتبصي وتقولي يا رب انا بسلمك الطريق ورايحة معاك للآخر. عايزاكوا تشاركوا الحلقة دي مع اي حد حاسس انه تايه، يمكن تكون دي بداية الطريق الجديد اللي ربنا بيبعتهوله. وعايزاكوا تكتبولي في الكومنتات ايه الحاجة اللي كنتي ماشية فيها وفجأة الطريق اتقفل في وشك. وعايزاكوا برضو تكتبولي بعد ما يأستوا ازاي ربنا عوضكم. وهستنى منكم تقولولي عايزين الحلقة اللي جاية تتكلم عن ايه. انا مي، واستنوني في حلقة جديدة من بودكاست لنفسي اولا. بحبكم، باي باي.